لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز. السلام عليكم احبائي، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نقدم لكم طبيجين مغربي فاعل تاك بواحد الطريقه جديده ورائعه وكتجي لذيذه، وانا متاكده غتجربوها غادي تعجبكم. كما كتشوفوا هنا خديت واحد الكميه ديال يعني القفته ديالنا، غادي نضيف عليها شويه ديال المعدنوس، شويه ديال البصله المشلضه، واحد جوج فصوص ديال الثوم. يعني غادي نحاولوا ندخلوا فيها شويه ديال اللقامه لداخل باش تجي حتى هي عاطيه المذاق، يعني ما نديروش اللقامه غير في الطاجين ديالنا. كنضيفوا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الخرقوم، واحد نصف ملعقه تقريبا ديال الملح. صافي كنحاولوا دابا نمزجوا ديك اللقامه مزيان تدخلنا في داك الكفته ديالنا باش ما يجيش شي جزء ما وصلوش لقامه. صافي دابا كناخذوا الطويجين ديالنا اللي غادي نديرو فيه الكفته ديالنا. غادي نديرو واحد بصله كبيره تقريبا مشلضه، نتوما على حسب يعني الطاجين ديالكم واش كبير ولا صغير. من الاحسن وضروري يكون يعني البصله هي اللي لتحت. صافي الكفته ديالنا كورناها بحال هاد يعني بحال هاد الشكل. غادي ناخذوا بطاطا غادي نقطعوها دواور، وصافي هنايا خديت واحد الفلفله حمراء وخضراء على حسب الذوق ديالكم اللي كتعجبكم، قطعتها يعني دواور رقاق بزاف. وصافي غادي نبقاو نستفوا داك البطاطا ديالنا مع ديك الكفته مع داك الفلفل بواحد الطريقه زوينه بزاف. منها يعني كتجي واحد اللذه رائعه، ومنها كيجي واحد المنظر رائع جدا. صافي اخوتي، ملي كنكملوا التستيف ديال الخضر ديالنا في الطاجين كنضيفوا شويه ديال المعدنوس والبصله من الوجه ديال الطاجين. انا ديجا شطط لي من اللقامه اللي حطينا الكفته. صافي هنا كناخذوا واحد الطاسه كنديروا فيها تقريبا ربع كاس ديال الزيت. هنا خديت زيت ديال الزيتون، ضفت واحد شويه ديال الملح من فوق، بعدا واحد نصف ملعقه كبيره ديال الملح. صافي ديك الطاسه ديال الزيت فيها غادي نضيف لقامه ضروري باش كتجي ديك اللقامه يعني موزعه على يعني الخضر اللي عندنا كامله في الطاجين، ماشي جزء كتوصل له جزء لا. هذه يعني احسن طريقه للطواجن كاملين. هنا ضفت له واحد نصف ملعقه ديال الخرقوم، نصف ملعقه ديال الفلفل الغبره. هنا الثوم بودره اللي ما كتخطانيش ديما، واخا كندير الثوم يعني الخضره اللي كتعرفوا دائما، هذه البودره كتعجبني، كتضيف واحد اللذه رائعه.
صافي غنمزجو ديك المكونات مزيان مع داك الزيت باش داك اللقامه كتدخل وكتطلق، ما كيبقاوش يعني ولا ضفتو اللقامه نيشان على الطاجين كيبقاو ديك اللقامه يعني مكوره ما كتجيش مزيانه، واحد الجزء كتوصل له واحد الجزء لا. هذا كتوصل يعني الاجزاء كلهم وكيجي مذاق يعني متوازن في الطاجين كامل. صافي دابا كنحاول نوزعو على الطاجين كامل داك اللقامه. وفي داك الطاسانيت غادي نضيف واحد تقريبا نصف طاسه ديال الماء، وما غاديش نضيفها في الوجه ديال الطاجين، غنضيفها من يعني من القنت باش ما تغسلناش ديك اللقامه اللي ضيفنا يعني، ولا ضيفنا الماء هكا يعني غادي يغسل داك اللقامه وغادي طيب ديك البطاطا وديك الخضر ديالنا. اللقامه غتهبط لتحت وهما غيطيبوا هكاك باسلين. صافي هنا غادي نضيف هذه اختياريه واحد 3 فصوص ديال الثوم بالقشره ديالها. نتوما كتعرفوا يعني فوائد عظيمه في القشر ديال الثوم، كنضيفوا غير لداخل يعني اللي بغاها. غادي نضيف واحد سودانيه حاره عاوتاني هي اختياريه اللي كيبغي الحار. وصافي وغندير الطويجان ديالي على نار مهيله بزاف منه يعني باش يجي لذيذ ويجي خاطر، ومنه باش ما يطرطقناش الطاجين، لان من بين الاسباب اللي كيطرطقونا فيه الطاجين هي العافيه مجهده. وصافي وغادي نخليه يطيب على مهل.